يا مساء الفل ويا صباح الفل بالتوقيت اللي هتسمعونا فيه دلوقتي. النهارده هنتكلم عن عبد الفتاح الأسري، أسطورة الفكاهة، بقامته القصيرة بعين أصابها الحول من الصغر، منحها الله له لتكون كنزا ومصدر لنجوميته. استولى على قلوبنا بطريقته الخاصة المميزة في نطق الكلام وطريقة المشي وارتداء الملابس. لم يكن بطلا مطلقا، ولكنه كان أيقونة في عيون محبيه وعشاقه. أقنع الناس وبرع في تمثيل أدوار المعلم والحانوتي واللص. من منا ينسى يا صفايح الزبدة السايحة ويا براميل القشطة النايحة. وفي فيلم سكر هانم لما قال ست، أنا مش شايف أيتها ست، ده أنت 6 أشهر. عبد الفتاح الأسري شريك النجاح لأعمال كبار الفنانين مثل نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وزينات صدقي وغيرهم. كان إضافة حقيقية لأي عمل يشارك فيه، يكفي إنك تراه وتستمتع بأدائه وقدرته على انتزاع الضحكة من قلوبنا كلنا. وفي عام 1962 وأثناء عرض مسرحية الحبيب المضروب، وكانت بطولة إسماعيل ياسين وتحية كاريوكا وماري منيب، صرخ الأسري: أنا مش شايف، نظري راح، الحقني يا إسماعيل. ظن الجمهور بأنها إفيه كوميدي، ارتجلوا الأسري، إلى أن إسماعيل ياسين أدرك المأساة التي حلت بصاحبه وسحبه إلى غرفته بالمسرح، ثم نقله إلى أقرب مستشفى، وكان التشخيص ارتفاع في ضغط الدم أدى إلى الإصابة بالعمى. وفي شهر مارس 1964 فاجأت الأسري نوبة السكر، نقل على إثرها إلى المستشفى وأصيب بغيبوبة، ثم أن لبى نداء ربه. مات عبد الفتاح الأسري، ولم يحضر جنازته سوى 4 أشخاص، بالإضافة إلى شقيقته بهية والفنانة نجوى سالم. عبد الفتاح الأسري فنان أضحك الملايين ورسم الابتسامة على وجوهنا جميعا، وهو جزء من سعادتنا. غادر الحياة وحيدا يشكو أمره، وما مر به إلى رب رحيم. تحية الروح، عبد الفتاح الأسري.